السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خواتاتي الغوالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال وفي صحة جيدة. نبداو الفيديو ديالنا بصلاتنا على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. في هذا الفيديو الاخوات غادي نشارك معكم بزاف ديال النقاط وبزاف ديال الامور اللي غادي تخلي الناس كاملين انها تحترمك وتعطيك قيمه. خاصكم تعرفوا ان واحد النقطه مشتركه عند جميع الناس اللي وصلوا في هذه الحياه، ومن بينهم هذوك الناس ولا العيالات اللي كتبغي انت تكوني وحدهم. هذه النقطه هي الاحترام. عندك جوج ديال الطرق ماشي حتى ثلاثه. هي يا اما غادي تطوري من شخصيتك وتكتسبي ثقه في النفس وكاريزما وتخدمي على راسك باش واخا ديري اي حاجه للناس غادي تحترمك، ولا تقدري تدوزي وتشدي الطريق الثانيه وهي اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو. غنقول لك شي امور سواء في لغه الجسد او تصرفاتك ساهلين اللي غادي تقدري ديريهم وان شاء الله وكل شيء غادي يحترمك ويعطيك قيمه. نبداو الفيديو على بركه الله، ونبغي نقول للاخوات اللي ما شاركاش في القناه تشترك، مرحبا بها، وتفعل زر الجرس باش ان شاء الله يوصلها اي جديد. وكنتمنى ما تبخلوش على الفيديو باللايكات والتعليق ديالكم، لان هي اللي كتحفزني وكتشجعني باش نزيد للقدام. الله يجازيكم بخير. ونبداو الفيديو على بركه الله. اول حاجه اللي ضروريه هو احترمي راسك. شفتي انت دابا اللي كتسمعيني دابا، الا ما كنتيش كتحترمي راسك والله لا تفرطيه، والله لا نجحتي، والله لا تغيرتي في هذه الحياه، والله لا احترمك ولا عطاك قيمه شي واحد. ديما اعطي قيمه لراسك وثقي في نفسك، ثقي في الاحاسيس ديالك. الا ما بغيتش نمشي لشي بلاصه ما نمشيش ليها، الا ما بغيتش ندير شي حاجه ما نديرهاش. ما تخلي حتى شي واحد كيف ما بغى يكون انه ياثر فيك. ودائما بقى تهضر على راسك بطريقه ايجابيه. كيفاش؟ لان بزاف ديال الاخوات كنلاحظ انها كتبقى كتهضر على راسها بطريقه خايبه وكتذكر السلبيات اللي فيها بزاف. كيفاش هنا الناس غادي يحترموك وكيفاش غادي يعطوك قيمه الا كنتي انت اصلا ما كتهضريش على راسك بطريقه ايجابيه وبطريقه زوينه؟ هذا علاش هضري على راسك دائما بطريقه ايجابيه وبطريقه زوينه، لانك فعلا كتستاهلي انك تهضري على راسك بهذيك الطريقه. فهمنا؟ حاجه اخرى هو تعلمي تقولي لا. الا ما بغيتيش شي حاجه ولا ما قادراش عليها شي حاجه، خرجي عينيك وقولي لا. علاش خايفه؟ اش غادي يوقع الا قلتي لا؟ بالعكس، فاش تقولي لا على شي حاجه ما بغيتيهاش ولا ما راضياش بيها ولا ما قادراش عليها، راه كتزاد القيمه ديالك، وكيعرف الشخص الاخر انك انت واحد الانسانه اللي عندها مبادئ. ما تخلي حتى شي واحد يغير المبادئ ديالك واخا يوقع اللي وقع. ما ترضايش بقل من داكشي اللي كتستحقي. قلبي دائما على الافضل ليك والمناسب ليك، وما تحبسيش حتى تلقاي داكشي اللي بغيتي. وهذا الشيء اللي ذكرت لك في هذه النقطة هو داخل في أنك كتحترمي راسك. تاني حاجة، احترمي وقتك. كلنا عارفين المقولة ديال الوقت من ذهب، وهذه للأسف واحد المقولة اللي غلطة جدا، لأن الوقت أغلى من الذهب. وفاش انتي ما على بالكش بيه وكتخليه يضيع، راكي كتضيعي أغلى حاجة عندك. للأسف دوماج الناس كيضيعوا الوقت ديالهم. وكاينه بعض المرات كاينه شي وحده اللي كديري معاها الوقت فاش غادي تلاقي بها او لا تجي عندك وكتعطل وما كتجيش في الوقت وكدوزيها انت عادي، واخا ضيعت لك هي الوقت تبان عاديه. هنا راه كتباني ما عطياش الوقت ديالك قيمه، وانك ما كتحترميش راسك ووقتك، وبالتالي انت ما كيحترموكش الناس. راه ضروري اللي كيتعطل عليك ديري شي ردة فعل وما تخليهاش تدوز غير هكاك. مثلا تقولي يا اختي راكي تعطلت عليا وانا بقيت كنتسناك وكتضيع عليا في وقتي. الا بغيتي تعطلي ولا بغيتي تجي معطله قولي ليا باش حتى انا نجي معطله. راه وقتي عطا الله ما ندير به. اولا هادشي غادي ينفعك نتيا، وثانيا غادي تعطي قيمه لراسك ووقتك، وقيمه الناس تا هما كيعطيوها ليك وتيديروا بحسابك. ما تبقايش تسناي شي واحد يتصل بك مثلا وتبقاي جالسه كتضيعي في الوقت، ولا صيفط شي وحده شي اوديو تبقاي كتسنى هي حتى تجاوبك وهي تبقى جالسه كتفنن وما بغات تجاوب وانت كتبقاي تسنايا. اعطي الوقت ديالك قيمه اللي كبيره، وخلي الناس انها تحترم الوقت ديالك، وكذلك فانت احترمي وقت الناس وعلمي الناس تحترم وقتك. ثالث حاجه اللي مهمه
هو ما تكونيش متوفره. يعني ميكي تعزازي، ميكي على الناس تولي عزيزه عليهم. نعطيك مثال اللي وقع ليا وغادي يكون انت وقع ليك. مثلا تيكون شي واحد عزيز عليك، شي ممثله عزيزه عليك ولا شي مغنيه تكون عزيزه عليك. المهم شي شخصيه اللي كتبغيها انتيا مثلا كتولي تكون عزيزه عليك وكتعطي واحد الاهتمام كبير وكتشوفيها لانك كتشوفيها مره في شحال. ولكن غير كتولي هاد الشخصيه اللي عزيزه عليك كتبان بزاف، كتولي كتهضر بزاف، كتشوفيها بزاف، كتمشي هذيك القيمه اللي كنتي عاطيه لها كتولي تقولي واو صافي طلعت ليا في راسي، صافي هذه ولات حامضه كي تنقولوا. وهذه واحد الحاجه عاديه لان الناس كتعطي قيمه اكثر وكتقدر الحاجه النادره اللي ما كتكونش متوفره دائما. ماشي هادشي كيعني انك تختفي من العالم، ولكن ما تكونيش لاصقه في حياه الناس ومقابلاهم. قابلي راسك، قابلي حياتك، عطيه وقت اكثر لراسك. ماشي تدوزي النهار كامل مع الناس وكتهضري مع هادي ومع هادي ودائما لاصقه في بنادم. بالمختصر المفيد الا بغيتي الناس تعطيك قيمه وتعطيك واحد الاهتمام كبير، ما تكونيش متوفره دائما، ما تكونيش حاضره دائما. فين ما تلفتو كيلقاوك نتيا كتهضري دائما لاصقه. فهمتيني؟ يعني ما تكونيش كثيره الظهور، بداي كتختفي من حياه الناس هي شويه بشويه وما تكونيش دائما حاضره ناظره وهضره حتى هي كاع هي اللي بزاف كاع. حاجه اخرى الاخوات هو حفزي الناس اللي دايرين بك. راه في هذه الحياه فين ما كندوروا وجهنا كنلقاو شي حاجه اللي كتفشلنا وكتمرضنا وكتسبب لينا الحزن. اللي بغيت نوصل لك هو ما تكونيش واحد الانسانه اللي متشائمه. والا جات عندك مثلا شي وحده وقالت لك بغات دير شي مشروع اولا شي خطوه في الحياه ولا بغات دير شي امر، يعني شجعيها وحفزيها وقولي لها مزيان. ما تقوليش لها ويلي ما غاديش تصدق ليك، لا ما غاديش تقدري عليها يا اختي. حفزي الناس، قول ليها ماشي حاجه اللي زوينه اللي تحفزها، بحال مثلا برافو عليك، جربي راه ما غادي تخسري والو، اييه مزيان راكي غادي تكوني قادره عليها. يعني كوني انت ديك الشعله اللي عامره ايجابيه وكتحفزي الناس اللي دايرين بك. ثقي بيا، غير هذا الشيء الا درتيه غادي الناس تعطيك قيمه وتحترمك. حفزي الناس تحترمك. شفتي شحال سهله ولكن التاثير ديالها بزاف كبير. حاجه اخرى هو ما تطلبيش السماحه اكثر من القياس. راه بزاف منا كنطلبوا السماحه، وراه السماحه خاصك تعرفي انه سيف ذو حدين. الناس اللي كتطلب السماحه ملي كتخطا راه هذه واحد الحاجه طبيعيه، الناس كتحترمها. ولكن هذيك سمحي لي بزاف ديال المرات وكيفاش تيكون مبالغ فيها راه الناس ما كتبقاش كتعطيك قيمه. يعني ماشي في الموقع شي مشكل او شي خطا تبقي انت تلوحي اللومه على راسك وتقولي لا راه انا اللي غلطه. حبسي من هذا الشيء كامل لانه ماشي ديما الخطا غادي يكون منك ولا ديالك. ثقي في راسك وما تبقيش تطلبي السماحه في الطالعه والهابطه، وخاصه في الخدمه ما تقوليهاش بزاف الا في الضروره القصوى وعند الحاجه. فتكوني فعلا انت غلطه وعارفه راسك انك غلطه ومن الواجب ديالك انك تطلبي السماحه. ماشي ضروري كل مره سمحي لي ما قصدتش، سمحي لي ما فهمتكش مزيان، سمحي لي وتبقي تطلبي السماحه على شي حاجه اللي اصلا عاديه وما خاصكش تطلبي السماحه ولا تبقي تلومي راسك على خطا انت اصلا ما درتيش. الانسان بعض المرات هو اللي تيغلط في حقك وتمشي انت تطلبي في السماحه، فراه هذه ما عندها حتى شي معنى، بالعكس تخلي الناس ما تحترمكش وما كتعطيكش قيمه. كنطلب السماحه فاش كندير انا شي حاجه، فاش انا تيكون مني الغلط وكندير شي حاجه. اما الا كان الشخص الاخر هو اللي غلط فيا فراه ما كاينلاش نطلب منه انا السماحه، راه الحماق هذا. حاجه اخرى واخر حاجه اللي نبغي نقول لك هو خودي بلاصه كبيره فاش تكوني جالسه في شي مجمع. هذه واحد الحاجه اللي راه ساهله ولكن غادي تزيدك قيمه. جربي الا دخلتي لشي مجمع او شي جروب ديال العيالات جلسي بطريقه مرتاحه وبكل ثقه في النفس. غادي تكوني كتعرفي شحال من وحده اللي كتجلس كتلقاها جالسه بواحد الطريقه عريضه وشاده بواحد البلاصه اللي كبيره وجالسه بواحد الثقه في النفس وجالسه وهي مرتاحه. هذه كتلقاها كاع الناس تيبغيوها كيحترموها وكيعطيوها قيمه اللي عاليه، عكس انك تدخلي لشي مجمع وتبقاي مجموعه كالكرداسه طاويه يديك ومخلوعه ومزموته وجالسه واحد نص قعده
راسك مخشي فيك وحاضراه وظهرك مقوس، يعني جالسه بواحد الطريقه مكمشه. هذا الشيء كيخلي الناس انها تحقرك وما تعطيكش قيمه، عكس انني نجلس وانا مرتاحه وشاده البلاصه ديالي وجالسه بواحد الثقه في النفس وهزه راسي الفوق عادي. فهمتيني؟ هاد الشيء فاش تعطي راسك هاد المساحه وكتعطي راسك هاد الثقه في النفس كتخلي الناس انها تقدرك وتعطيك قيمه. ثقي بيا، راه لغه الجسد حتى هي كتلعب دور، ومن خلالها تخلي الانسان يا اما يحقرك وما يعطيكش قيمه، يا اما فاش يشوفك جالسه وانت مرتاحه وكلك في الثقه في النفس انك تباني عندك واحد الشخصيه قويه وكتخلي الناس كاملين يضربوا لك الحساب ويعطوك قيمه. حقيقة ما سخدش بيكم، وهاد المواضيع كيعجبوني بزاف انني نهضر فيهم، ولكن ما بغيش الفيديو يكون طويل. كنتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا منه. ما تنسونيش من اللايكات والاشتراك في القناة اللي ما اشتركتش، وكذلك اللي عندها اي انتقاد او نصيحة باش نطور القناة تكتبها لي في التعليق وساكون لك من الشاكرين. نتلاقى ان شاء الله في موضوع جديد او فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كانت معكم اختكم حياة الحكيمي من قناتي على اليوتيوب.